نجحت إمارة أبو ظبي في إنشاء بنية تحتية تتوافق مع متطلبات السياح الباحثين عن الرفاهية والفخامة، وفرضت نفسها كوجهة سياحية راقية. واهتمت الإمارة ببناء وتشييد المنتجعات والفنادق التي تجذب الباحثين عن الخدمات السياحية المميزة، وانتشرت أعرق العلامات في قطاع الضيافة. قصر الإمارات الذي يعطي أبو ظبي طابعا فريدا يعد تحفة فنية من الخارج، ويمنح الزائر شعور الإقامة في قصر أليق. في هذا المكان يقود مدخل خاص بالVIP إلى أجنحة توفر خصوصية كاملة، بحيث تبدو تلك الأجنحة مجتمعة كفندق داخل فندق. تبلغ مساحة الجناح 1184 قدم مربع. نزيل هذه الأجنحة يتمتع بإطلالة على جامع الشيخ زايد الكبير، وبسهولة الوصول إلى وسط العاصمة والمعارض والمطار وملاعب الجولف. صناع السياحة في الإمارة نقلوا بصمات الرفاهية من الغرف الفندقية إلى الخدمات والمنتجعات السياحية الأخرى. تشكل المنتجعات الصحية مثالا واضحا على ذلك، مثل منتجع أنانترا الصحي. أيضا يختار السائح بين 7 غرف تتنوع بين التدليك التايلاندي والشاور ويشي للعلاجات المائية والحمام المغربي التقليدي الذي يتسع ل4 أشخاص. Do you like steak, Rani? Yeah? I love meat. I love meat so much. I love steak. Yeah. maybe New York. رحت على إبيثا؟ Hello. في قواميس الباحثين عن الرفاهية يأتي الطعام بعد جلسات التدليك والسباحة، ولحسن الحظ تتوفر علامات بارزة في قطاع المطاعم الراقية في أبو ظبي. شكل العام الماضي نقطة تحول بالنسبة للسياحة الفاخرة في أبو ظبي. كل ذلك تحقق بفضل فنادق راقية عززت مكانة أبو ظبي كوجهة سياحية فاخرة للزوار من أنحاء العالم وأيضا للمقيمين في الدولة.